الأهلي ردا على التراجع عن صفقة عمر كمال عبد الواحد. حتى الآن مفيش تراجع عن الصفقة، ولكن أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن كل ما يتردد حاليا حول تراجع النادي الأهلي عن ضم عمر كمال كلام غير دقيق، بمعنى الأهلي لغاية دلوقتي لم يتخذ أي قرار بشأن التراجع عن ضم عمر كمال عبد الواحد، ولكن من الوارد أن الأهلي بعد كده يتراجع عن ضم اللاعب في حال تعنت إدارة مودرن فيوتشر في طلباتها المالية وطلبات اللعيبة اللي عاوزينهم من النادي الأهلي من أجل الموافقة على انتقال عمر كمال للنادي الأهلي. فعلى الرغم من تصريحات مودرن فيوتشر بأن هيكون في تعاون مع الأهلي، ولكن على أرض الواقع الكلام ده مش موجود تماما. مودرن فيوتشر بيطلب مبالغ كبيرة جدا، 8 و10 مليون جنيه و3 4 لعيبة من الأهلي. طبعا الأهلي رافض الكلام ده، عشان كده لغاية دلوقتي الأهلي لم يتراجع عن عمر كمال، ولكنه قد يتراجع عن ضمه في الأيام القادمة في حال إصرار نادي مودرن فيوتشر على طلباته الحالية.